ماما وداد وين كنتي مغيبة؟ كنا عازمين على نجاح وليدي لامين، درنا بازين وعقبنا عرم معين، دان عصابينا مواسك واشيك طواجين، إيجار كوازين وغازم غنج لسنين. يا نهاريني وانتي يا حنا وين كنتي غايبة؟ خالد وحسين حوايجهم ديما في الطين، زوزك فاطين تعبوا من العرس رواوين، فيه بطاطين بغبرتهم ليهم عامين، قلي وتخاخين وزلايس مبقع بالطين، مالينا إلا لميس توري. لو كنت تدور على الأمان والفخامة في نفس الوقت، فوجي ليبيا الوكيل الحصري لفوجي العالمية في ليبيا. توفر أحدث المصاعد والسلالم والمشايات الكهربائية بجودة عالمية ومنتجات حاصلة على شهادات الاتحاد الأوروبي و3 شهادات آيزو، واللي يضمن لكم معايير عالمية من الأداء والسلامة. وكلاء معتمدين، وعندنا قطع الغيار الأصلية وأكفأ مهندسي الصيانة من الكوادر المصرية. من اليوم أنسى فوبيا المصاعد مع فوجي ليبيا. عروس فينيسيا للمفروشات ومستلزمات العراس. لو تدوروا على أفخم التجهيزات من الماركات العالمية، الاختيار الأفضل هو عروس فينيسيا. تقدروا تزورونا في فروعنا المتوزعة داخل مدينة بنغازي. الفرع الأول طريق النهر مقابل مصحة النهر، الفرع الثاني شارع فينيسيا مقابل جيان ماركت، أو تواصلوا معنا عبر الأرقام التالية أو التواصل من خلال صفحاتنا على السوشيال ميديا. حكاها ويهنا نبيها نجود وما زلنا، من هذين حكاها ويهنا نبيها نجود وما زلنا، من هذين عاداتنا وتقاليدنا، من ناسنا للدم بجود وكرم في وطننا، ويالله يزول الهم. وغالي غالي 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 تراب الوطن، غالي غالي تراب الوطن، حالفين فيه حالفين حالفين فيه، لا بيع لا شرا لا بيع لا شرا. حلقة جديدة مشاهدينا الكرام من حكاوي هنا. اليوم حلقتنا إن شاء الله حتكون من منطقة القعرة. تعالوا نعرفوكم عن منطقة القعرة ونعيشوا معاهم الأجواء الرمضانية وندردشوا مع أهلنا وناسنا. تو اللي زرع فيها تو الوقت حاليا ماس وطماطم اللي توها الوقت اللي رايحين فيها، وهذا يقولوا عليها زرع ويجة اللي هي المنظر الأول، هذا هي يقولوا عليها حرف الطريق عشان ايش؟ تغطية للشجار اللي من ناحيتها كما تقول، يعني تبان انها تقبى ظلال الزراعة اللي من ناحيتها، هذه اللي ندور فيها نحن. طبعا والشيء هذا مدور عشان الساعي وعشان البرنامج اللي هو في جنب الطريق هذه. يعني والانتاج شنو وضعه؟ يعني الانتاج هل في انتاج كويس؟ الانتاج كويس الحمد لله، يعني كما يقولوا كويس، مش هذيك صابه وبعدين في صابه جت الزراعه السنه هي اللي رهدنتها شويه كما تقول. وهذه من عند الله سبحانه وتعالى. صدقت صح. ما هديناش في يد الله سبحانه وتعالى. والحمد لله اللي جاتك هي يعني اللي جات بركه من عند الله سبحانه وتعالى. الحمد لله. الحمد لله يعني.
ونشكركم على جيد كمال لنا. سلمك يا حاج. ايوه يا سيدي، وهذه منطقة القعارة مشهورة بالزراعة، مشهورة بأي حاجة يعني الحمد لله. سلمك يا حاج. أيوة. بقى لو سالت الشاب قاعد يحكي معك يقول لك شو تقول؟ شو تقول انت؟ شو تدير تقطع في الطماطم؟ قول له اعطيه طماطم. الطماطم هذا شو تدير بيه انت؟ طماطم قال لي اعطيه له. يعني انت خذيتها باش تعطي لي انا؟ هذا هو يقول لك يعني بارك الله فيك. ترى يقول لك هذا الانتاج بتاع المزرعة ما شاء اللي الله. هو اللي يجروا فيه لما تقول دينه في المزرعة، جو هذا الانتاج. ما شاء الله، حاجة طبيعية و100% أفضل من إن هي تكون مثلا مديورة يعني بمواد حافظة لا، لا، كيف ما نعرف إن نحن يعني حاجة القعارة حاجتها حاجة طبيعية ولا قوة إلا بالله يعني. والله هذا الانتاج بتاعنا نحن كما نقول على الطبيعة، ما فيش لا كماوي ولا في شيء إلا على الطبيعة يعني. وطبيعة من عند ربنا سبحانه وتعالى جنة في أمطار في الموسم امتحان. ممكن في سنة جد بيقول عليه ما يجيش مطر، وفي مرات تجي. هي السنة جت خفيفة مش هذيك الكثر يعني، خفيفة المطر شوي. ده الانتاج اللي سقاها الله سبحانه وتعالى لنا. لو سألتك حاجة وقلت لك في رمضان أنت مثلا كيف داير نظامك والعمل في رمضان في المزرعة؟ كيف منظم وقتك؟ تقول كان هي فيها كما تقول فيها حرث بالترطوري، فيها بالريبز، لكن انتاج الصيف يعني هو في شهر 4 اللي هو ندير فيه شهر 4. لكن قبل انا كما تقول نقطع الشيب ونقطع عمليه كثيره ننظفوا فيها، هذه حد حرث بالموكيل. ما شاء الله. لكن انتاجها في الصيف ما شاء الله. مش عندنا ري ولا عندنا حاجه يبقى فيه انتاج في الموسم بتاع الشتاء. هذا موسم انتاج فيش في الصيف، في الشتاء ما فيش. هذا اللي يستعملوا فيه يعني. وطبعا الموكين جانا كما تقول يحرث كما يقول لك، وبعدين غرسوا. اولا نحرثوا بالموتور قبل اللي هو الجرار، هذا طبعا يحرث، وفي وراه الميال. بعد الميال يبدا العويله الصغيرين كما يقول كصار هذول طبعا يبقوا يسقطوا في الزرع واحده نين، وبعدين يغطوا بالماكينه اخرى باللربشي، وبعدين تطلع الانتاج. لما يطلع طبعا نحن نقول عشب ونقول عمليه وخفضوا بدل ما 3 طبقات نخلوا بوحده. نعم. اللي هي كما الانتاج بتاعها باش يكون انتاجها كويس. واذا سيبت يقولوا عليها جماعه هذه مشتوله، اللي هي تكسر عليها هذه هي كل مشتوله ما تديرش النتيجه يعني في الخضره بتاعها، ما تديرش يعني نتيجه. لكن لما تبقى طرف واحد دير سواء ماسه ولا بطيخه ولا طماطم ولا اي حاجه يعني. زيارتنا لهالمكان الطيب نشوفوا فيك انك انت داير بعض الخدمات مقدمها على الطريق هنا الناس اللي مسافره اللي مشرقه واللي مغاربه. شنو تحكي لي؟ والله عارف المكان هذا اياه لي مسافر على الطريق عرفت، ولي ضيف ولي مرحبا به عرفت، ونحن نقدموا الخدمات لاي واحد على الطريق هنا عرفت. طبعا ايش المنطقه تشتهر بالكرم وبالضيافه وبالعرفه وصله الرحمه عرفت، نقدموا لهم اي شيء عرفت بما عندنا نحن نقدموه. في عندنا الرب، فيه الزبده الوطنيه، فيه اللبن، فيه النعناع عرفت، كل حاجه عرفت وطنيه في عندنا موجوده ونظيفه ومية مية يعني عرفت. أنا في كل سنة مثلا تدير فيها الحاجة هذه أو مثلا باستمرار حتى الأيام العادية؟ لا باستمرار حتى الأيام العادية دائما، هذه مستديمة يعني. عندنا الرب، عندنا النعناع، عندنا اللبن، عندنا الكاكاوية، عندنا اللوز عرفت بالشاهي عرفت، الحمص المقلي عرفت، فيها برضو وجبات أخرى عنصاص، في كبدة، في مفروم، في فاصوليا، في التن عرفت، هذين كل الموجودات. ما شاء الله. ولو سألتك وقلت لك شنو يميز منطقة القعارة بين أهلها وناسها؟ شنو يميز القعارة؟ أنت شو تقول؟ والله منطقة القعارة معروفة بكرمها ومعروفة بناس أجوادها وبأخلاقها عرفت، وناس طيبة كلها، وفي صلة رحمة بين في ماشي في جاي يعني، أسرة واحدة كلهم أسرة واحدة كلهم أخوة عرفت، ما فيش فرق بين هذا صغير كبير، كلهم أخوة كلهم سواسي، ويحترموا الكبير ويحترموا الضيف ويقدروا الضيف عرفت. ما شاء الله. به شنو يميز منطقة القعارة في رمضان؟ بيش تميز المنطقة؟ والله تميز بخيراتها عرفت، من ناحية الأفطار عرفت، الجماعي عرفت، العزومات عرفت، بمحبة يعني أكثر من الأيام العادية في رمضان عرفت، بأي شيء تميز عرفت، والناس يجون بعضها، واحد يجي الواحد وواحد يعطف على الواحد، واللي ما عندهش يعطوه، واللي عرفت. انت عادة يعني في رمضان من الساعة كم مثلا تقعد متواجد في هالمكان هذا ولعند امتى مثلا؟ يعني نام دائما من الساعة 10 في الصبح
عرفت، من 10 في الصبح في رمضان، عرفت، لعند الساعة 2 في الليل. في ناس ترقد في رمضان يقول لك يفضل النوم، شو تقول عليه الكلام هذا؟ انت يعني ما شاء الله يعني تنوض بدري. اي نعم. في رمضان في طبعا يقول لك حاجه مش الاغلبيه راح، يعني بالنسبه في العرب مش الاغلبيه ترقد واجد راح، عرفت. في منطقه اخرى في هني اخرى مش عارف، لكن انا بصفه العرب ما فيش، كل واحد عنده شغل دائما يوعوا طبعا، دائما ينوضوا بدري، عرفت. واحد يمشي شغله، واحد مش عارف ايش، واحد عنده سعي، واحد عنده مزرعه، واحد عنده، عرفت، كلها تشتغل ما شاء الله. عرفت، ما يجوش قريب من الفطر ما شاء الله. ربي يحفظ القعاره بهلها وناسها ان شاء الله، كل سنه وانتم طيبين. امين يا رب العالمين، ان شاء الله حتى انتم طيبين، وزيارتكم لنا مباركه، وان شاء الله نشوفكم مره اخرى ومره اخرى ومره اخرى. مدير العلاقات ياسر مسماري قال لي الحاج راهو، اسمح لي في الكلمه، قال لي راهو محشش وجاي ياخذ في عصير. كيف صار يعني تحشيشه جات على العصير قبل المغرب في رمضان ولا كيف؟ اكيد على السوائل ان شاء الله. ايش تحكي لنا على القعاره، منطقه القعاره في رمضان، وشن اجواء كمان رمضانيه، وشن تحكي لي عليها؟ الحمد لله بفضل الله، يعني اجوانا تمام غطى تمام والحمد لله رب العالمين، واجوانا اجواء ناس باديه يعني. بفضل الله يعني. ليش تتميز المنطقه؟ والله ايش اقول لك، بالكرم والطيب والتسامح، وبفضل الله الحمد لله رب العالمين يعني. لو سألتك على روتينك اليومي في رمضان، تنوض الساعة كم وكيف تمشي في تقضي في وقتك لعند بعد التراويح، وش تحكي لي؟ والله بالنسبة لوقتي طبعا ما نرقش الا على صلاة الفجر، نصلي فجر ونقعد الساعة 11 نصلي ظهر، ونطلع نبرة في البلاد، نقعد حاجة البيت، ونجي بعد الظهر نرقد ونقعد على العصر. من العصر عندي المغرب يا نبدا سقي في مزرعه ولا ندي اي شغلانه نلتهي فيها يعني، والحمد لله بفضل الله يعني. ان شاء الله كل سنه طيب. وانت طيب يا حبيبي، وانت طيب، والشعب الليبي كله طيب. اجواء رمضان في منطقه القعره كيف اي منطقه من مناطق ليبيا، منطقه محافظه، منطقه ذات قبيله واحده، تمارس شعائرها في رمضان كيف كافة قبائل ليبيا، وكيف شرائح ليبيا بالكامل. طبعا المجتمع الليبي يشتهر برمضان، يعني حتى الإنسان المريض لما يمرض والدكتور يقول له هتصرفوا لك علاج ولازم تفطر، الليبي المتمسك بالصيام يصر على الصيام في شهر رمضان، ما يفضلش انه يفطر حتى على ظروفه على حسب صحته. فالشباب في رمضان يؤدوا المناسك في الصلاة، عرفت، في إقبال على الصلاة في التراويح في رمضان. بعد الصلاة فيه تواصل اجتماعي، كل مجموعة عندها لقاء مع بعضها، تجتمع وتسهر مع بعضها، وفيه اللي يدرسوا في القرآن في رمضان في الجوامع، ويؤدوا في دروس، ويمارسوا في شعائرهم بكل رياحية. والحمد لله المجتمع الليبي مشهور في التمسك بالصيام زي ما قلنا. كيف المجتمع الليبي كافة الليبيين يعني. فيه مرة نتابع في برنامج على التلفزيون، ويسألوا في شيخ، والشيخ هذا من دول الخليج، سألوه على الإسلام، قال لهم الحمد لله الإسلام بخير. قال لهم الصيام في ليبيا والحج في المغرب العربي اللي هي دولة المغرب ودولة الجزائر ودولة تونس، هذا دائما الحج والعمرة. قال السعودية فيها الزكاة، قال السودان فيها الصلاة، ومصر فيها الصلاة، يعني الحمد لله. ودولة اليمن برضه حتى هي فيها الصلاة يعني، والتسابيح، هذين كلهم قال الشعائر المسلمين ومترابطين، متماسك المجتمع العربي بكل واحد ماسك شعيرة من شعائر الإسلام، ونحمد الله عليها، هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. طبعا في شهر رمضان المبارك في منطقة القعارة طبعا يتم فيها إعداد نشاطات، وهو نشاط دوري كرة القدم في المنطقة. والحاجة الثانية طبعا المنطقة تتسم بالزراعة واللي يسموا فيها البعالي، طبعا تنشر بالألبان، فهمت. طبعا الناس تجيه من المدينة، من مدينة طبرق،
لأخذ الألبان، شراء الألبان، شراء البعالي اللي هي البطيخ، الماس، القوين، الكرموس. فهذه المنطقة تشتهر بالزراعة وبالنشاطات الزراعية. توجهنا لجمعية فتاة ليبيا اللي قايمة بجهد جبار داخل مقرها وقايمة على دورة خاصة بالخياطة والتطريز. تعالوا نشوفوها مع بعضنا. من أهم نشاطات الجمعية اللي هي البداية من الصفر إلى الاحتراف. نبدأ مع الطالبات بالتدريج، مرحلة 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 مرحلة. أول ما نبدأ معاهم في رسم الباترون الهندسي، ثم أخذ المقاسات الصحيحة، كيف نأخذ المقاسات ونديروا العملية الحسابية عشان نقدروا نرسموا الباترون فيها. بعدين ندخلوا على برنامج التصميم، بعدين من التصميم ننتقلوا إلى الخياطة، من الخياطة إلى التشطيبات النهائية عشان نطلعوا بقطعة متكاملة من جميع الجهات. طبعا من أهداف الجمعية إيجاد فرص عمل للأخوات اللي أوضاعهن صعبة، في اللي هاوي ويبي يتعلم، في يعني عدة نشاطات، كل واحد وإيش يرغب بالضبط. نحن مهمتنا نساعدوهم ونوصلوهم إلى الطريق الصحيح بطريقة وبإمكانيات صحيحة. ممتاز. لو سألتك على توقيت العمل في فترة رمضان كيف مقسمين؟ بالنسبة لي أنا فترة العمل هي الفترة الصباحية من الساعة 10:30 لغاية الساعة 2:30. عادة العمل يتم في الفترة هذه. إذا في إنجاز، في مثلا برنامج تدريبات عملية إلى آخره من الإنجازات بتاعت الجمعية، يتم عادة في الفترة الصباحية عندنا. النشاط موزع، يعني في اللي يحب يشتغل في رمضان وفي اللي يعتذر عن العمل في رمضان، كل واحد ورغباته. بس نحن كنساء عاملات يعني ما تفرقش معنا سوى العمل في رمضان. بالعكس العمل عبادة في رمضان وينظم الوقت أفضل من الامرأة اللي قاعدة موجودة في الحوش ما طلعتش العملها واخذة إجازتها وإلى آخره. صح مرهق شوية بس النتائج جميلة. في شهر رمضان الأجر مضاعف والعمل نوع من أنواع العبادة. في اللي يقول لك يكون ضغط بين ان هي المرأة ان هي توفق بين العمل خاصة في شهر رمضان وبين ان هي تكفي التزاماتها في الحوش الى اسرتها واطفالها. هل مثلا النظرية هذه خطأ في وجهة نظرك؟ في وجهة نظري خطأ. الضغوطات موجودة في الحياة سواء في رمضان أو في غير رمضان، لكن في رمضان تلقى الإنسان يتوجه إلى يعني أشياء هو يعتقد إن يبالغ فيها بصفة عامة. يعني مثلا يعني ممكن المرأة تقعد في المطبخ من الساعة 12 لعند الساعة 8 في الليل 7 في الليل. واجد. ليش انت اللي تاكل في الأيام العادية وتاكل في أيام رمضان. أيام رمضان في شوية خصوصية للشهر الكريم، الشهر الفضيل، لكن سبحان الله يعني نسق أمورك. مش حياة عشوائية. الحياة مش أكل وطبخ وشرب وإلى آخره، لا، الحياة عمل، الحياة المطبخ له حقه، العمل له حقه، النشاط الاجتماعي له حقه، رمضان شهر رمضان الكريم له حقه. فما تقوليش أنت مضغوط معناها ما عندكش وقت إنك تمشي عمل. لا لا لا، بالعكس الشهر الكريم هذا الأجر مضاعف، العمل مضاعف، الصلاة مضاعفة، الأجر والثواب مضاعف في كل شيء. فتضيع في وقتك كله في مطبخ، تضيع 6 ساعات 7 ساعات 8 ساعات. ليش؟ تقريبا تو احنا بصدد 5 دورة في مجال الدورات المتقدمة، 13 دورة في مجال الخياطة العادية. في نفس الوقت طبعا العديد حقق نجاحات، يعني في منهن دارت مشروع تخيط في داخل منزلها، وفي اللي دارت محل يعني الخياطة، وفي من دار مراكز تدريبية للتدريب على الخياطة. فطبعا نحن سعداء جدا بين يعني دفاع المرأة ودخولها للجانب هذا اللي هو الجانب يعتبر جانب صناعي،
ومهم جدا. يعني لما نحن يعني مثلا نطالب رجال الأعمال خاصة، يعني لأن نحن بصدد الانفتاح الاقتصادي، بدل ما يقعد تعيين وراتب الدولة والتعيين ما يعني طبعا في مشاكل. فطبعا لما تعتمد اقتصاديا على نفسها في توفير سلعة عليها طلب، يعني خاصة نحن مثلا لما يقبل علينا المناسبات معينة كيف بداية العام الدراسي المدرسة، كذلك في بداية شهر رمضان، فتقعد في بعض المنتجات في مجال الخياط عليهن قبول. يعني فطبعا الملابس المدرسية هذه عليها قبول في مواسم الدراسة، كذلك العمل على الأشياء اللي خاصة بشهر رمضان، كيف بدل الصلاة، كيف المفارش بتاعت العديلة الشاي هذه في شهر رمضان. طبعا يكون في قبول العديد منهن، يعني تحسن مستواهن دخلهن بالاحتراف يعني في المواسم هذه، وتوفير السلع اللازمة وتسويقها عبر التواصل الاجتماعي هذا. فطبعا أصبح في نشاط اقتصادي وفي طريقة للتسويق وللبيع وللشراء والتعرف على آلة الخياطة. يعني آلات الخياطة ماركات مختلفة، تمت عندنا الثقافة الآلة الأحسن الأفضل، صيانة المواكين حتى هن. يعني احنا في عندنا شخص هي الأستاذ سليم يقوم بصيانة المواكين، فطبعا يجينا في الجمعية ويستلم في المواكين يصينن، وأصبحت عندهم يعني خبرة أخرى في مجالات متعددة. يعني بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، طبعا حلقتنا اليوم تكملة لقصيدة سمية ورجعة، وطبعا نحب نكمل القصيدة طبعا لأن المخرج عبد الباسط الفيتوري مصر على إنه يبي يعرف نهاية هالحوار من عند وين يوصل، فأنا نحب نكمل لك أستاذ باسط. طبعا هي قالت لها وقفنا عند ويروح وليدي بوه بيه فخور، يحوش الغلم مبرك علينا جية، وديمه قالت لها وكانك جيتي جيبي ظنيك معك كان لفيتي، تعالي وشوفي فاطمة ابن أخيتي مبرك علينا يوم جتنا جية، وديمه تلم حذي في ذريتي ربية أجواد وطيبة ورضية، وسمت بنيتها علي سميتي طيبة كفضومة عندها غيرية، لا يوم كشرت لا يوم قالت هيتي وديدة الصاحب كان لف علي، وكل أوقاتي لفن علي جارتي وحميتي، ندعي المولى في أوقات صلاتي عيشا ضرابة في أوقات هنية، ولاهن من اللي للعلل شيليتي نضاف النوايا طيبات النية، وجينا رقية بنت عمة باتي طيبة كرقيوة عندها حنية، تعالي لنجعك فيه عندي بيتي لكليم واتي وواتي الحوية. من هذين حكاها ويهنا نبيها نجود وما زلنا، من هذين حكاها ويهنا نبيها نجود وما زلنا، من هذين عاداتنا وتقاليدنا من ناسنا للدم بجود وكرم في وطننا، ويالله يزول الهم وغالي غالي 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 تراب الوطن، غالي غالي تراب الوطن، حالفين فيه حالفين حالفين فيه، لا بيع لا شرا لا بيع لا شرا. هنومة وداد وين كنتي مغيبة؟ كنا عازمين على نجاح وليدي لامين، درنا بازين وعقبنا عرم معين، دهن عصابينا مواسك واشيك طواجين، إيجار كوازين وغاز مغنج لسنين. يا نهاريني وانتي يا حنا وين كنتي غايبة؟ خالد وحسين حوايجهم ديما في الطين، زوزك فاطين تعبوا من العرس رواوين،
علينا إلا لميس توري. لو كنت تدور على الأمان والفخامة في نفس الوقت، فوجي ليبيا الوكيل الحصري لفوجي العالمية في ليبيا. توفر أحدث المصاعد والسلالم والمشايات الكهربائية بجودة عالمية ومنتجات حاصلة على شهادات الاتحاد الأوروبي و3 شهادات آيزو، واللي يضمن لكم معايير عالمية من الأداء والسلامة. وكلاء معتمدين، وعندنا قطع الغيار الأصلية وأكفأ مهندسي الصيانة من الكوادر المصرية. من اليوم أنسى فوبيا المصاعد مع فوجي ليبيا. عروس فينيسيا للمفروشات ومستلزمات العراس. لو تدوروا على أفخم التجهيزات من الماركات العالمية، الاختيار الأفضل هو عروس فينيسيا. تقدروا تزورونا في فروعنا المتوزعة داخل مدينة بنغازي. الفرع الأول طريق النهر مقابل مصحة النهر، الفرع الثاني شارع فينيسيا مقابل جيان ماركت، أو تواصلوا معنا عبر الأرقام التالية، أو التواصل من خلال صفحاتنا على السوشيال ميديا.